السلام عليكم. وعد بالبيع من اخطر التعاملات ولا الوثائق اللي كدار في العقار، فإلا ما عرفتيش تحمي راسك 100% يقدر يمشي لك الملك ديالك ويقدر يمشي لك رزقك. اليوم غنعطيك واحد الدرع ماشي غيحميك 100%، منين تشوف هذا الفيديو وتعرف المعلومات اللي فيه غتولي محمي 200%. اذا بلا ما نطولوا باش يكون هذا الفيديو فيه غير المعلومات المهمه، ما يكونش فيه الخوال الخاوي. اول حاجه، وعد بالبيع خصو يكون عقد رسمي ولا تبي التاريخ. هذا تبي التاريخ اللي كيدير المحامي مقبول في النقد، ولكن قريب ما غيبقاش. دائما كنقولها، اذا اخويا وعد بالبيع انا نديرو رسمي. شنو معنى رسمي؟ عقد رسمي ديال وعد بالبيع اي نديرو يا عند النوطير يا عند العدول. ورد البال، بعض المرات تيكون ضروري نديرو غير عند النوطير بسبب القانون اللي ظالمهم وعاطي للنوطير واحد الافضليه عليهم في واحد المساله. بعض المرات هذاك وعد بالبيع خصني ضروري نديرو غير عند النوطير، وانا غنجي لهذا الحال مزيان. اذا داك وعد بالبيع العرفي، داك اللي كديروا بعضياتكم، داك اللي كتجاليزيو عند كاتب عمومي عند محامي عادي، ما دايش في القانون مزيان. هذا العقد يكون رسمي. الحاجه الثانيه يكون فيه المده، فوقاش مثلا غتسالي المده ديالها الوعد بالبيع باش توصل الوقت ولا التاريخ اللي نديروا العقد النهائي. اذا الا ما فيهش المده راه ماشي وعد بالبيع. وزيدك واحد النقطه اخرى، الا كان مرتبط بشي شرط، مثلا انت بغيتي دير ذاك وعد بالبيع لانه مرتبط بشي حاجه كتحتاج وعد بالبيع، بحال الكريدي مثلا. انت درتي وعد بالبيع غتشري واحد الدار، ولكن الا ما خرجيكش الكريدي ما تقدرش تشريها، ما تقدرش تكمل فلوسها. حط داك الشرط تما، مثلا الا ما خرجيش الكريدي اللي طلبت من البنكه الفلانيه راه الوعد بالبيع يعتبر تفسخ. الدعم مهم بزاف. الدعم راه اجباري دير وعد بالبيع باش تاخذ الدعم، وهذه الحاله الاولى اللي كما قلت بعض المرات بالسيف عليك ديرو على النوطير. وكاين واحد الحاله اخرى اهم من هذه وقليل اللي عارفها، اليوم غنقولها لكم في هذا الفيديو. دير داك الشرط انه الا ما داز ليش الدعم، هاد وعد بالبيع اخويا ما كيلزمنيش. كاين واحد الحاله اخرى، مثلا غتشري محل تجاري غدير فيه واحد المشروع، خبازه ولا محلابه ولا قهوه ولا صناك ولا اللي كان، ولكن خصك رخصه مثلا. حتى هنا حط مثلا داك الشرط، الا ما شديتش الرخصه الفلانيه هاد وعد بالبيع يتفسخ تلقائيا. وحاول في هاد الحالات اللي كيكون فيها الشرط، رد البال مزيان، هاد المساله راه مهمه بزاف. في هاد الحالات حاول دير جوج حوايج مهمين بزاف. ما تسبقش مبلغ كبير، وهاد وعد بالبيع ما يكونش فيه الزاميه الشراء يلزمك انك تشري. وهذا كيدينا لواحد النقطه مهمه بزاف. وبالنسبه للبائع اخويا، البائع هو ما يتحماش. حتى انت البائع كما قلت راه بامكانك تفرض على داك السيد اللي غيشري من عندك يلتزم، دير تما الزاميه الشراء في حال توفرت جميع الشروط. ماشي يجي واحد ندير له وعد بالبيع وبقى راهن لي انا ديك الدار ولا ديك الارض ولا ديك المحل ونديروا فيه واحد التاريخ، ومن يوصل داك التاريخ يقول لك الله يعاونك اخويا. الوعد بالبيع كيلزمك غير انت تبيع لي الا انا بغيت، الا انا ما بغيتش وبدلت الراي ديالي ما كيلزمنيش. اذا وعد بالبيع كذلك خص يكون فيه ثمن نهائي، ما ديروش مفتوح. وياك الا درتيه مفتوح راه ما كيتسماش وعد بالبيع قانونيا وما كيحميكش. الا درتيه مفتوح ولا خليتي الثمن مفتوح ما حددتوش الثمن النهائي ديال البيع، يقدر يقلب عليك وجهه. يقول مثلا واحد البارتمان يبيع لك ب 30 وصلات لمده جيتي تكمل له فلوس وقال لك لا، ديك 30 مابقاش مسلكاني، بغيت 40 بغيت 50. انتوما ما محددينش الثمن، ما مكتوبش في العقد في ذاك الوعد بالبيع. اذا رد البال، ثمن نهائي راه ضروري يكون باش داك الوعد بالبيع يكون قانوني، وضروري يكون باش ما يقلبش عليك هذاك السيد اللي وعدك ويزيد عليك في الثمن. ضروري يكون فيه التسبيق، هذاك المبلغ اللي غتعطي في وعد بالبيع، وهذاك راه تسبيق ماشي عربون، راه كيلزموا. وانا نجيكم الاهميه ديالو. ضروري كذلك يكون فيه هذا العقار، ما تخليوش العقار مبهم. غيبيع ليا دار مثلا سفليه، ولا غيبيع ليا شقه ولا محل تجاري ولا ارض، يكون فيه التفاصيل ديال داك العقار، المراجع ديالو، التيتر مثلا، نمره التيتر، سميه التيتر الا متوفره، المساحه ديالو، الموقع ديالو، العنوان ديالو، عدد الغرف الا كانت دار ولا شي حاجه، الموقع ديالها مثلا في العماره الا كانت بارتما، جميع المعلومات والمواصفات ديال ديك العقار اللي كاينه فيه ولا اللي غتكون. الا كنتي مثلا غتشري شي دار ولا بارتما عاده توجد، حاول كذلك سواء انت اللي غدير وعد بالبيع لشي واحد انك غتبيع له، ولا انت اللي غيدير لك شي واحد وعد بالبيع انه يبيع لك، حاول تحطوا شي شرط جزائي باش تكون جديه. كنرد الناس وما كنبيعش وتجي حتى الاخر تقول لي ما بغيتش، وغندير لك وعد بالبيع ولكن الا تراجعتي بدون سبب اخويا غتعطيني واحد التعويض ولا غتخلص واحد الشرط جزائي المقدار ديالو كذا وكذا. والعكس كذلك، انت واحد دار لك وعد بالبيع انه غيبيع لك، خلاك حتى الاخر وجا قال لك اخويا لا ما نبيعلكش، هاك فلوسك اللي دفعتي في وعد بالبيع. لا اخويا، غترد لي فلوسي اللي دفعت وغتعطيني واحد التعويض ولا واحد الشرط جزائي نحطوه في العقد. ضروري كذلك هذا الوعد بالبيع يتسجل في الاداره ديال التسجيل ديال الضريبه، والخلاص ديالو راه ماشي شي نسبه مئويه، ماشي بحال العقد ديال البيع النهائي. الخلاص ديال واجبات التسجيل ديال الوعد بالبيع غير 200 درهم. ضروري كذلك هذا الوعد بالبيع، وهذه من اخطر الامور اللي كتوقع، ردوا لها البال مزيان وحل لي ودنيك الله يرضي عليك. ضروري يكون فيه طريقه اداء المبالغ اللي تبقات. مثلا دير وعد بالبيع مع شي واحد على واحد العام ولا عامين، على انك تدفع له واحد المبلغ في الاول وغتبقى مثلا تعطيه واحد المبلغ كل شهر ولا كل 3 شهور ولا كل 6 شهور. ضروري تحددوا في ذاك الوعد بالبيع هذه الامور، هذه التاريخ ديال دوك الدفعات، المبلغ ديالها،
والطريقه باش غتخلص سطر لي عليه هادي شي 1000 سطر، وكذلك الموعد ولا التاريخ اللي غتسالي فيه الدفعات. خصو يكتب معاك داك العقد النهائي، ساليتي ليه الفلوس اللي بقات خصو يدير معاك العقد النهائي. نجيو لاخطر حاجه يمكن تخاف منها انت، قلب عليك وجه هاد السيد ما بغاش يتم معاك البيع. الا حميتي راسك بالامور اللي ذكرت لك في الاول ما عندك مناش تخاف. رد البال انت راه عندك غير وعد بالبيع، هو راه مازال الملكيه بسميتو، مازال ديك الارض ولا ديك الدار ولا ديك البارتمان بسميتو ملك ديالو، انت راه مازال ما كتملك حتى حاجه. فهنا شنو خصك دير؟ رد البال من التاريخ اللي غيسالي فيه الوعد بالبيع، التاريخ اللي خصو يكتب معاك فيه العقد النهائي اللي محددين نتوما في داك وعد بالبيع. مثلا درتو انه هاد وعد بالبيع غيسالي نهار 1/1/2027، الا قبل منه عرفتي انه قلب عليك وجهه اتصلتي به واحد السيمانه ولا 15 يوم قبل قلتي لي راه نهار 1/1 غنكتبو، قال لك لا ما بقيناش غنكتبو، سير بحالك ما غنبيعلكش داك وعد بالبيع، سير بخر به. خصك قبل ما يوصل داك الموعد تمشي تدعي في المحكمه باتمام البيع. ولكن رد البال قبل ما تحط به دعوى انه يتم معاك البيع، حط له داكشي اللي بقى له في داك وعد بالبيع، ديك الفلوس اللي بقات له حطها له في صندوق المحكمه، غترفع عليه دعوه ديال اتمام البيع ديال داك وعد بالبيع. الا درتي هاد الامور بهذا الترتيب المحكمه 200% غتحكم لك باتمام البيع. وداك الحكم ديال المحكمه بحال تملكتي ديك الدار ولا ديك الارض اللي وعدك بها، عنده قوه بحال العقد ديال البيع اللي دار على النوطير ولا عند العدول، ولا يمكن اقوى كاع. ولا ما بغاش يسلموا لك غتسلموا بالقوه العموميه، غتنفذ عليه بالقوه. ورد البال هنا كتجي اخطر المخاطر. هذاك وعد بالبيع كما قلنا فيه التاريخ، الا شي واحد مطور لانه الا فات داك التاريخ اللي غيسالي فيه وعد بالبيع ما بقاش عنده قيمه، تمشي للمحكمه من موراه عاد تحط له الفلوس في صندوق المحكمه، عاد تدعيه يقولوا لك هذا السيد ما حطيتيليش فلوسه في الوقت، كان خصو يكون شاد فلوسه ولا تكون حاطها له في صندوق المحكمه باش نحكم لك انا كمحكمه باتمام البيع. دابا هذا وعد بالبيع سالا ما بقات عنده حتى شي قيمه قانونيه، كيتفسخ مباشره ملي كيسالي داك الشرط ديال التاريخ. اذا الا كان هذا السيد مطور مثلا غنبقاو في نفس المثال، هذاك وعد بالبيع غيسالي في 1/1/2027، بقات واحد السيمانه ولا 15 يوم هضرتي معاه، فلان رانا وجدت لك فليساتك، اجي خويا عند النوطير ولا عند العدول باش نكمل لك رزقك ونديروا العقد النهائي. هو مطاور وشاف هذا الفيديو ولا عارف القوالب ديال القانون، مني عيطتي ليه انت قبل سيمانه ولا 15 يوم ما قلبش عليك وجهه باش تمشي انت قبل الموعد اللي غيسالي فيه التاريخ ديال الوعد بالبيع وتحط له مثلا فلوسه في المحكمه وترفع عليه دعوه ديال اتمام البيع، غيبقى معاك ويدي هي مرحبا الدنيا هانيه، رانا غنسافر رانا غنمشغول واحد اليومين واحد 3 ايام واحد السيمانه، ويخليك حتى يفوت الموعد. هنا الاهميه ديال ديك الحاجه اللي قلت قبيله تفكرتوها، ديال انه دار طريقه الاداء ديال المبالغ اللي تبقات في داك وعد بالبيع. لان مثلا درتي وعد بالبيع مع شي واحد دير فيه انه المبلغ ولا المبالغ اللي تبقات غنخلصها في التواريخ الفلانيه بالطريقه الفلانيه، يا اما نحطها له في الحساب البنكي ديالو، يا اما عند النوطير، يا اما بطريقه مباشره، يا اما شي حاجه. وافضل حاجه الحساب البنكي، باش ما تبقاش تقلب عليه، دار رقم الحساب البنكي ديالو اللي بسميتو انك غتحط له فيه فلوس. الا شتيه كيماطلك بهذه الطريقه غير باش يفوت التاريخ ديال الوعد بالبيع ويولي بيع عنده حتى شي قيمه، ما تقدرش تطلب المحكمه تتم البيع لان داز التاريخ ديالو، راه الا كنتي حاط انك غتخلصو عن طريق البنكه غتمشي تحط له فلوسه اللي بقات في الحساب البنكي وتمشي ترفع عليه دعوه في المحكمه، وداك المرجع باش حطيتي له باش درتي ليه الفيرمون ولا فيرسيتي ليه فلوسه في البنكه كتعتبر انك وفيتي بداك الشيء اللي في وعد بالبيع قبل ما يدوز التاريخ ديالو. ولا خويا حسن انا ما درتش هذه القضيه ديال انا دابا داير وعد بالبيع وما شفتش هذا الفيديو ما شفتش هذه المعلومات وما درتش هذه القضيه هذه، ولا داك السيد قال لي انا ما عنديش حساب في البنكه، منين وصل التاريخ اللي خصك تفعلوا فيه هذاك وعد بالبيع وديروا العقد النهائي غتمشي عند النوطير. هذه الحاله الثانيه اللي كما قلت تكتب عند النوطير اجباري وما تكتبش عند العدول، لان القانون عطى النوطير يشد الفلوس وما عطاش للعدول يشدوا الفلوس. اذا غتمشي عند النوطير غدي داك وعد بالبيع، ومن الافضل يكون نفس النوطير اللي درتو عنده وعد بالبيع. شحال بقات له فلوسه هاك اخويا انا غنحطها عندك، ها المبلغ اللي بقى له رانا حطيته عندك قبل ما يدوز التاريخ في النهار اللي اتفقنا نفعلوا فيه الوعد بالبيع، والسيد ما بغاش يجي يتمم معنا البيع، ها الفلوس عندك تحطات. الا بغى السيد يجي يتمم معايا البيع عطيه رزقه، ما بغاش كتمشي للمحكمه واخا داز التاريخ لان انت حطيتي الفلوس قبل ما يدوز التاريخ قبل ما يموت هذاك وعد بالبيع، حطيتها عند النوطير جيتي في الموعد المعدد وهو ما جاش وحطيتي ليه فلوس عند النوطير، هذاك الايداع اللي درتي عند النوطير راه المثابه حطيتي ليه فلوس. بقى واحد جوج نقاط مهمين ضروري تعرفهم، هذاك وعد بالبيع راه كيعطيك الحق دير واحد التقييد احتياطي. الا شكيتي في هذا السيد انه غيقلب لك وجهه تمشي دير واحد التقييد احتياطي بداك وعد بالبيع، تقييد احتياطي في المحافظه. انا هذا السيد بغيت هذا العقار ما يتصرفش فيه، ما يبيعو ما يتصرف فيه ما يفوتو ما حتى شي حاجه. الحاجه الثانيه اللي مهم نذكرها لكم، شحال من واحد كيدير وعد بالبيع وكيخليه غاهو، كتجي عند شي واحد كيقول لك غندير لك وعد بالبيع غنبيع لك به هاد الدار وهاد البارتمان وهاد الارض، كديروا هذاك وعد بالبيع وكتخليوه، تقدر تكون كملتي ليه فلوسه وانت مازال عندك وعد بالبيع، ولا ما كملتي ليش فلوسه كاع وانت عندك وعد بالبيع، هو عطاك ديك الدار وداك المحل وديك الارض سلمها لي ساكن انت. كاين اللي كيبقى غير بداك وعد بالبيع ها هو صالح التاريخ ديالو ولا ما فيش تاريخ محدد وكيبقى ساكن به، ما ديرش هذا الخطا.
ضروري يتبعوا اتمام البيع، يتبعوا انكم ديروا العقد النهائي اللي كيولي فيه داك العقار ديالك ملكك. الله يعاونكم.